امبارح انا دخلت افضل فيلم مصري نزل في 2026 لغايه دلوقتي، فيلم القصص. اللي بالنسبه لي دسم جدا، وجبه متكامله فيها مواضيع وفيها سيناريو تقيل، وبتتكلم في جونرز كتير جدا: كوميدي، اجتماعي، سياسي، درامي، رومانسي، وكمان رياضي، خاصه لمحبين نادي الزمالك. الفيلم حقيقي شخصيته حلوه جدا ومكتوبه بشكل رائع، وعلاقات الشخصيات ببعض والاداء التمثيلي من الكاست كله اللي كلهم توب فورم. اللي كريم وامير المصري عاملين ادوار من اروع ما يمكن. كمان البنت النمساويه كانت لذيذه جدا وعندها كام مشهد عملتهم بشكل رائع. لكن انا ادائي المفضل في الفيلم هو احمد كمال، لان يا جماعه الراجل تقيل جدا ورائع وعنده مشاهد كتير مش هقدر انسى. وعنده شخصيات تانية زي خالد مختار واحمد الازعر وشريف دسوقي، غير طبعا روعة الفيلم على مستوى الاخراج والمونتاج. رغم ان الفصل الاول منه ممكن اكون كنت مرتبك شوية وانا بتفرج عليه، ولكن مع الوقت اندمجت جدا مع الفيلم وتواصلت معاه. وطبعا لو ما تعرفوش الفيلم ده من اخراج ابو بكر شوقي اللي عمل لنا قبل كده فيلم يوم الدين. وبشكل عام تقييمي لفيلم القصص 8.5 من 10.